السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع بعض فيديو تطبيق جديد. هو ازاي الناس زمان كانت عايشة من غير تطبيقات وبتنجز كل حاجة بإيديها؟ السؤال ده مش غريب بس صادم لو فكرت فيه بجد، لأن ببساطة احنا دلوقتي بقينا معتمدين على التطبيقات بنسبة كبيرة جدا. بعض الدروس والدراسات اللي بتتنشر ان المستخدم العادي بيقضي اكتر من 4 أو 6 ساعات في اليوم على الموبايل، ونص الوقت ده تقريبا جوه تطبيقات. وده بيخلينا نسأل سؤال: هل التطبيقات سهلت علينا حياتنا ولا خلتنا معتمدين عليها بزيادة عن اللزوم؟ هجاوبك على السؤال ده في آخر الفيديو. خلينا نتكلم النهاردة عن تطبيق بشكل مهني شوية، تطبيق خلفيات الإبداعية. واحد من التطبيقات اللي بتقدم خلفيات احترافية بجودة عالية وبتخاطب شريحة كبيرة جدا من المستخدمين اللي عايزين يخلوا شكل الموبايل بتاعهم مميز. من ناحية التقنية، تقنية التطبيق بيقدم مكتبة ضخمة من الخلفيات بجودة 4K و HD، وده نقطة قوية جدا حقيقة، لأن جودة الصورة هنا بتأثر مباشر على تجربة الاستخدام. كمان في تصنيفات كتير جدا بتخلي تواصل بسرعة لنوع خلفية اللي عايزة، سواء مثلا طبيعية، انيميشن، سيارات، او حتى خلفيات اطفال. لكن خلينا ندخل في اعمق البحور شوية. الميزة الحقيقية مش بس في التنوع، لكن كمان في خوارزميات العرض. تطبيق بيحاول يعرض لك محتوى بناء على تفاعلك انت، وده معناه ان بيجمع بيانات استخدامك بشكل غير مباشر. وده واحد من الطرق الخلفية المطورة بيكسب منها، بجانب الاعلانات اللي بتظهر بشكل مكثف احيانا. نرجع بقى للطريقة استخدام الصح. لو هتستخدم التطبيق بشكل احترافي، حاول تختار خلفيات بجودة مناسبة للشاشة موبايلك، مش اعلى وخلاص، لان ده بيستهلك بطارية وموارد للجهاز. كمان بلاش تحمل عدد كبير من الصور مرة واحدة، وخلي بالك من الصلاحيات اللي بيديهالك التطبيق، خصوصا لو الوصول للملفات. طيب ايه المستخدمين بيقولوا ايه على التطبيق؟ من خلال التعليقات وتحليل تعليقات بلاي ستور، اغلب الناس متفقة ان التطبيق ممتاز من حيث الجودة، لكن اكتر حاجة مزعجة هي الاعلانات دي موجودة في كل التطبيقات اللي مجاني، عشان هي اللي بتكسب. مفيش حاجة ببلاش، فلازم يبقى في اي خازوق كده صغنن في اي حاجة عشان ايه نكسب منها. وده اكتر تعليق واخد تفاعل كبير على التطبيق. بيقول: التطبيق حلو جدا بس الاعلانات خلت التجربة سيئة. وده بيعكس مشكلة حقيقية مش بس في التطبيق ده، لكن في اغلب التطبيقات المجانية. بقول وبرضه شكاوي اقل انتشار، ان بعض الصور بتتكرر، او ان في خلفيات مش جودة حقيقية زي المكتوب عليها. خليني اكون صريح معاك، في استخدامات غير أخلاقية ممكن تحصل، زي استخدام صور محمية بحقوق ملكية بدون إذن، أو إعادة نشر محتوى لتحقيق المكسب. وده مشكلة مش بس في التطبيق، لكن في سلوك المستخدم كمان. نيجي بقى للسؤال المهم: المطور بيكسب ازاي؟ ببساطة الإعلانات زائد الاشتراكات الاختيارية زائد البيانات المستخدم اللي بناخدها منه زائد النموذج. ده هو الاشهر حاليا. وبيخلي التطبيق بيكون مجاني، لكن في حقيقة بيحقق دخل مستمر. طيب هل في بدايل؟ في بدايل زي دينج. ده ممتاز بتنوع كبير من الخلفيات، لكن نغمات كمان. في وآلي بيركز على الخلفيات الفنية من التصميم الفنانين. في بيك دروبس بيقدم خلفيات حصرية مش عادية موجودة في أماكن تانية. كل تطبيق من دول ليه طابع مختلف، وده بيرجع لاحتياجاتك انت في الأول وفي الآخر. ونهاية نرجع للسؤال اللي بدأنا بيه الفيديو:
ازاي الناس كانت عايشة من غير تطبيقات؟ الإجابة ببساطة كانوا بيعتمدوا على نفسهم أكتر، لكن احنا دلوقتي بقينا نعتمد على أسرع والأريح لينا، والتطبيقات هي اللي دلوقتي بتوفر ده. بس الفرق الحقيقي مش في جودة التطبيقات، الفرق في الحقيقي في استخدامك انت للتطبيقات. ولو استخدامه صح هتطور حياتك، ولو سبتها تتحكم فيك هتستهلك وقتك. ولو عجبك الفيديو والتحليل بالشكل ده متنساش تعمل لايك واشترك في القناة عشان دايما توصلك الحقيقة كاملة بدون تجميل. سلام.